اللقطة اللي قدامك دي يا ابو الكباتن من اكتر اللقطات اللي عجبتني بصراحة في احتفالية الصعود لكأس العالم. تريزيجيه وبين احد المشجعين اللي هم الصغيرين في السن وبين فرد الامن اللي كان نازل يجري وراه كانه يعني حرامي مجرم. الولد اللي قدامك ده نزل بعلم مصر ونزل الملعب عشان يتصور مع نجم كبير جدا زي محمود تريزيجيه. وطبعا اللقطة دي لو مع ميسي او كريستيانو يعني كانت بقت ترند العالم بشكل كبير جدا، ولكن تريزيجيه عمل موقف حلو جدا، ولما لقى فرد الامن راح يمسك الولد بشكل يعني عنيف جدا قال له مبروح عليه طيب. والولد الصغير كان بيتحمى في تريزيجيه بالشكل اللي قدامك ده، وتريزيجيه قال له بالراحه عليه طيب ويعني بهداوه وتصور معاه. وتريزيجيه كان رايح هو اللي طلع الولد بره الملعب وقال له ما تنزلش الملعب تاني، ولكن فرد الامن مصمم انه ياخد الولد. فتريزيجيه قال له خلاص ماشي بالراحه، ففرد الامن قال له خلاص تمام بالراحه، وقام مطلعه معزز مكرم. بصراحه لقطه يعني مهمه جدا. نجم كبير شبه تريزيجيه لو عملها كريستيانو او عملها ميسي يعني ما كنا هنخليها ترند العالم كله. فبصراحه شابوه محمود تريزيجيه في اللقطه دي. كلنا عارفين طبعا ان تريزيجيه ما فيش خلاف على اخلاقه وان هو لاعب محترم بشكل كبير جدا، ولكن اللقطه دي بصراحه يعني كانت تستحق الاشاده ويستحق ان هو يتسلط عليها الضوء خصوصا بعد المباراه. وطبعا تحيه كبيره جدا للي صوروا اللقطه ديت وهم كواليس المدرجات. فبصراحه يعني تحيه كبيره جدا لتريزيجيه ولقطه جميله جدا نتعلم منها ان احنا مش لازم نتعامل مع الامور بعنف، نقدر ما دام الموضوع يعدي ببساطه وسلاسه نقدر نعديه ببساطه وسلاسه، مش لازم ناخد كل المواضيع جد يعني.